الاتنين دول مستحيل تقول إن هُم إخوات، واحد أبيض وسفيّف كده وغِتت، والتاني أسمر ومليان، والاتنين كانوا بيركبوا معانا باص المدرسة، بس الأبيض إيه، كان عامل نَفْسه king زي الأفلام الأجنبي كده، يسخر من ده يشتغل مع ده، أنا أكبر منّه بسَنة بس كنت باتجنّبه، أنا مش من النوعية اللي بتحب المشاكل، لكن حاجة حصلت خلّت المشكلة لازمة، ما فيش منها مفر. ما كانش في نظام في العربية إن كل واحد يبقى عارف يقعد فين بالضبط، اللي بيطلع يقعد مكان ما يقعد، فالناس كانت بتتخانق على مين يطلع الأول، وأنا هادي في نفسي باطلع آخر واحد ومش مشكلة هاقعد فين، لكن يومها أخويا طلع وقعد جنب الشباك، أخو الغِتت بقى اللي هو الأسمر التاني حَب يغلس على أخويا، فزَق ميدو عليه، المواجهة أصبحت حتمية ده أخويا الصغير، الفرق بين ميدو وأخويا كان حوالي 4 سنين، فالسن الصغير في السن الصغير ده بتبقى مشكلة ال4 سنين دول، فكان لازم أتدخّل. ميدو ده اللي هو الأبيضاني يعني الغِتت ده، حَب يهبّص بالكلام كده، فأنا كنت قبلها بيوم شايف عماد حمدي بيضرب عبد الحليم حافظ بالقلم على وشه، رُحت مقلِّد عماد حمدي، الواد اتصدم، اتحوّل من بُعبُع وحاجة جامدة لعيّل صغير بدأ يعيّط، يعيّط بجد، وأنا اكتشفت قد إيه هو تافه وإني عبيط إني كنت باقلق منّه، كل الولاد اللي كانوا حواليه بدأوا يضحكوا على منظره، كلّهم اتلمّوا عليّا أنا، أنا بصراحة زوّدتها أوي، أنا اديت له ولا 20 قلم على وشه، ما هو بقى هيتيا بقى. طبعًا الموضوع ما خلصش على كده، مامته جات تاني يوم وقلبت الدنيا، والمديرة قعدت تقول لي: "أنت يطلع منك كده." بس خلاص الباص بقى ما لوش غير ريّس واحد، ومش باختياري والله، القوة هي اللي بتجذب الأتباع. أنا طبعًا عملت مسابقات في الباص عجيبة ومش مفهومة، بس كانت بتسليني رايح جاي، وكانوا بيحاولوا يلعبوها في المدرسة، ما حدش يعرف إن أنا اللي مألفها.